لغة التفاهم بعد الجواز. ملناش دعوة، هنا كل واحد في حاله. اصل مالك اللي اتقالت بعد 3999 مفيش، وفي شوكولاته بالصدفه كانت سايحه منه في العربيه، فبدل ما تسيح قال يعزم عليكي، فانت حسيتي قد ايه هو فاهمك ومقدرك، لان بالصدفه طلعت الشوكولاته دي انت بتحبيها، بتحبوا نفس الوجبه انتوا الاثنين، ومصر كلها بتاكلها معاكوا كده كده، مفيش حد مثلا ياكلش بطاطس محمره، فانت حسيتي ان هو ده الشخص اللي عايزه تكملي معاه حياتك. فده مش التفاهم، التفاهم اللي بجد بيجي بعد الجواز. وصلنا لمرحله ان لا هو بيقول مالك ولا انا بقول مفيش، خلاص في كده سلام داخلي وصمت في العلاقه مريحنا احنا الاتنين. هو عنده بوكس اللاشيء بتاعه، بيبقى فيه تلفزيون كبير جدا عرض الماتش على 500 فوليوم، على كام واحد من صحابه اللي بيستلطزهم بيحب يقعد معاهم في القهوه، على بلاي ستيشن بدون عدد ساعات وبدون دفع فلوس بدون اي حاجه، وهو اصلا ما اشتراهوش بس هو موجود معانا في البوكس. او بوكس بقى الحاله الاقتصاديه، كيس السكر لو زاد احنا بنزعل، انا مش عارفه ليه، بس هو في بوكس كده متصل ما بينه وما بين الحاله الاقتصاديه، اول ما بيحصل بيخش في البوكس ده ويكتئب وبوز، ولازق بقى في بوكس الحاله الاقتصاديه دي حته بوكس صغير كده بيحشرنا بقى فيه كلنا، انا والعيال كلنا بنتحشر فيه. الحاله الاقتصاديه وحشه، فعشان نقعد في البوكس ده مش هنعمل حاجه، لا هنخرج ولا نوادي ولا دروس ولا مدرسه اصلا، يعني مسافه مش هنجيبها خلاص، ولا لبس ولا اكل ولا اي حاجه. احنا هنقعد في البوكس ده ننتظر لحد ما السكر يقل، يبتدي هو يفك عن نفسه، يخرج من البوكس، نبتدي نعيش حياتنا. احنا كستات يعني بوكساتنا على قفا مين يشيل، احنا والله ما عندنا وقت بس نقعد فيهم. عندك بوكس كآبة، بوكس مود لذيذ وفرفشة فهو ينكد عليكي فنتضايق فنرجع لبوكس الكآبة، بوكس التحمل المسؤولية ده اللي هو بنربط القمطة ونروق البيت نذاكر العيال ونودي العيال التمارين، تحس ان احنا امهات بيرفكت كده على الاخر، بنعمل كل حاجة بسرعة. بوكس الضحية طبعا ده المفضل لدينا كلنا بعد الجواز، انا مش عارفة ليه بس احنا بنحبه وبنحس نفسنا فيه. انا ضحية العيال، انا ضحيه الراجل ده، انا ضحيه البوتاجاز اللي حرق الرز لان انا ما بحرقش رز، انا ضحيه المجتمع. احنا كل واحد مشغول ببوكساته بصراحه، مش ما عندناش وقت نتفاهم مع بعض. بعدين قبل الجواز بقى كان يقولك طب خلاص يعني ممكن تنزلوا كده مفاجاه في اي مكان لذيذ كده، تقعدوا مع بعض وتتفاهموا وتتشاوروا. احنا ولا مفاجآت ولا الكلام ده، احنا بنعلي على بعض في اللي يمسك في البوز اكتر. هو فك من بوكس الحاله الاقتصاديه، طب انا في بوكس الكآبه ومش طالعه، طلعني بقى يعني لو جدع كده طلعني، ووراه على طول بوكس الهرمونات، انت حر.